عندي 25 سنة ومتجوزة بقالي 3 سنين، وتقدروا تقولوا إن حكايتي مع سيلفي ليها العجب. مش عارفة ابتديها ازاي ولا احكيها ازاي، ومش عارفة كمان إذا كنت أنا مذنبة ولا ضحية. أنا اتجوزت من 2 بالظبط من بيت عيلة كل البلد تتمنى إن حد يخبط على بيتهم. أبوهم مقاول كبير مرتاح ماديا، والتلات شباب زي القمر، وجا حظي بقى في واحد منهم. لكن حظي جه في الوسطاني. الكبير هاني متجوز وعنده 3 عيال، مراته زي القمر، وكل البلد بتحكي وتضحك على جمالها ورقتها وأدبها، وجوزها اللي بيموت فيها. وأنا طبعا قلت أكيد أنا كمان مدام عينهم جيت عليا واختاروني يبقى حظي من حظها. لكن أول يوم اتجوزت أحمد لقيته مختلف تماما عن أخوه. مش هتصدقوا إن أنا من شهر العسل ما حسيتش من ناحيته بأي حاجة. حسيته كأنه كان كل يوم مع واحدة، ما حسسنيش بالحب ولا الدفء ولا إحساس إنه كان متلهف على الجواز. كان عنده برود غريب. كان بيسيبني في أول شهر جواز وينزل يقضيها مع أصحابه واكلين عقله وشغله بس. ابتديت غصب عني أحس إني مولع نار من سلفتي اللي جوزها بيموت فيها. مجرد ما يجي وياكل، لأن أكلنا كله تحت، يطلع ياخد مراته وعياله ويقفلوا الباب وما نسمع لهمش حس. نظراتهم لبعض كانت بتجنني، دلعوا ليها وخوفه تزعل. وكل هزارهم حماية كان بيحب يهزر مع ابنه هاني لأنه دراعه اليمين، وحواراتهم دايما عن مراته لأنه عارف إنه بيحبها، وعرفت إنهم ربوها على إيديهم. اتجوزت وهي عندها 16 سنة. منكرش سلفتي جميلة، يمكن أحلى مني كمان، لكن مؤدبة قوي، من النوع اللي يتكسف شويتين. تقدروا تقولوا إنها عمرها ما تستحمل دلعي وكهني اللي بعمله، ومحدش يقدر يعمل زيي. كنت أنا باخد الجايزة الأولى في الدلع والفرفشة. ابتديت أتابع كل حاجة بينهم، أشوف وولع قلبي بغيرة تجنن. كل يوم مع بعض، كل يوم بتنشر وتتعامل معاه بأشكال وألوان. ده غير إنه ياخدها ويقول لها يلا نطلع شوية ونسيب الولاد عند ماما، وحماتي تقول له خلاص سيبهم ساعتين وانزل خدهم، وتغمز له نظرات كتيرة كانت بتأيد نار جوا قلبي. أنا عروسة والمفروض جوزي يتجنن عليا، بس ده ما كانش حاصل. جوزي كان في حتة تانية خالص، مش حاسس بيا، لدرجة إني غصب عني في يوم قلت له أنت ليه مش زي أخوك؟ ضربني بالقلم وقال يعني إيه مش زي أخويا؟ ابتديت أحس في حاجة غلط، وابتديت أحس إني معجبة بسيلفي، بس مش قادرة أتكلم ولا أعبر عن اللي جوايا. وكل يوم بحسد سلفتي على اللي هي فيه. بقيت ألعن اليوم اللي اتجوزت فيه من غير حب، والبيت اللي كنت أتمنى أدخله بقى بالنسبة لي زي السجن. نار قايضة في جسمي، مش عارفة آخرتها ليه. هدومي الجديدة وقمصاني بلبسها وأنام بيها، مرة يحصل ومرة لأ. ابتدى الشيطان يلعب في دماغي، ليه ما حاولش مع السيلفي؟ بس ادخله ازاي وهو معمي بمراته ومش شايف غيرها؟ الشيطان صور لي إنه ممكن وإنه هيضعف. وفعلا في يوم سلفتي كانت عند أهلها، بتبات يومين كل شهر، وقلت هو ده. قعدت أدلع عليه طول اليوم، أروح واجي، وهو بصراحة كان بيتجنن، وأنا كنت على آخري. كنت بحاول أحسسه بوجودي واستنى فرصة أدخله الشقة، خصوصا إنه لما مراته بتغيب بيسيب الباب مفتوح. دخلت وقفلت الباب، مش عارفة الجرأة دي جاتي منين. هو اتخض وقال لي إيه اللي دخلك؟ بس أنا ابتديت أقرب، وكان بيديني تحس إن هو الست وأنا الراجل. كنت بحاول بكل الطرق، وهو بكلمة واحدة اطلعي بره، بدل ما افضحك. محدش هيعرف الموضوع ده غير أخويا. ومش نصدق إنك حقيرة كده. كلامه ما حسيتش بيه، كنت شايفة إني هقدر أغريه، لكنه كان بيدفعني بقوة وطردني زي الزبالة. طلعت شقتي ولميت هدومي، وحسيت قد إيه أنا رخيصة. من بعدها ما دقاش يتكلم معايا ويتجنبني، وبصاته كلها استحقار. ومراته كمان بقت تتجنبني كأنها عارفة حاجة، وهو يستفزني قدامها ويقول لها كلام حلو، وكأنه بيقول لي مراتي بالدنيا وانتي رخيصة. كرهته وكرهت نفسي وكرهت البيت، ومش قادرة أكمل. لكن في نفس الوقت خايفة، لأني لو اتطلقت مين هياخدني؟ ومين أحسن من جوزي؟ مفيش.
أوقات الشيطان يقولي حاولي تاني وتالت لحد ما يضعف، بس كبرياي وكرامتي مش سامحين. مش عارفة أكمل ولا أطلق. صعب أطلق لأني اتعلقت بيه وحاسة إني بحبه، وبتمنى الأيام ترجع. يمكن كان يحبني. هو أنا أقل من مراته في إيه؟ وجوزي ليه مش حاسس بيا زي أخوه؟ أنا تعبانة، مش عارفة أعيش إزاي ولا أكمل حياتي إزاي، لدرجة إني مش عايزة أحمل، مش عايزة أجيب حتة من جوزي. أنا مش عارفة أنا عايزة إيه بالظبط. تعبانة ومتلخبطة وندمانة وحاجات كتير جوايا مش عارفة أحكيها. دي كانت قصة نجلاء. ياريت تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في القصة، وانتظرونا في قصص تانية.